السلام عليكم. ولاء عبد العزيز معاكم، صاحبة ومؤسسة بكار المنصورة. كل ما يخص العناية بالبشرة والشعر من الناحية الطبية العلمية. وحبيت بس أقول إن أنا معايا مجموعة من الدكاترة، سواء كانوا دكاترة جلدية أو تحاليل أو نظم غذائية، لأن بحتاج الدكاترة دي في أثناء معالجات كتير، خاصة سواء كان الشعر أو البشرة يعني. بنات كتير بتسألني امتى ابطل بروتين، او هل في حد معين بيحصل بعده ضرر. انا بس طالعه اقول معلومه مهمه جدا جدا. لو كل مره بتعملي فيها بروتين الشعره مش اقوى ولا احلى ولا اجمل ولا اتخن ولا المع ولا اكتر صحه، وقفي وقفي وقفي. يعني ايه؟ يعني انا لو انا بعمل بروتين اهو، وكده كده احنا ما بنتعاملش مع غير للشعره الخارجيه، يعني الجديد بيطلع بطبيعته. تمام. واتفقنا قبل كده طبيعته تطلع زي ما هي، اوحش مش اوحش، اتكلمنا في النقطه دي قبل كده. لكن انا دلوقتي بتكلم في نقطه تانية. هل لو انا كررته بقى كذا مره، حتى لو راعيت المعايير اللي انا بحكي فيها، هل اقدر اكرره باستمرار بما ان الجديد كده كده هيطلع بطبيعته؟ عشان كده انا بقولك في معيار مهم جدا يعرفك تكملي ولا لا. اذا ما كانتش الشعره احلى كل مره، وقفي وقفي وقفي، حتى لو انا اللي شخصيا بعمل لك. واعرفي ان في بعض المتغيرات مش مظبوطه، لان الصح ان انتي بتاخدي الاجمل منه كل مره، او الاجمل ما فيه البروتين. احنا اتفقنا ان البروتين ليه مميزات قويه جدا وبرده ليه عيوب، ولذلك دايما قلت خياري المتخصصه. ليه؟ المتخصصه اللي هتوصلي معاها ان الشعر كل مره افضل، دي استمري معاها. لو حسيتي ان هو مش افضل، وقفي وارجعي لها تاني وشوفي ايه الاسباب، وامشي ورا اللي هي بتقوله. ما تقوليش، لان انا بعاني مع بنات كتير في حته ايه، لا الشعر تالف وهي مصره تحتفظ بيه، او تعمل معاملات احنا اتفقنا ما نعملهاش لان دي هتعمل ضرر. انا عايزه اقول لك ان انت ممكن توصلي للشعر مش مظبوط بعد البروتين، حتى لو انا شخصيا اللي بعمل لك. انا مش بشكر هنا في نفسي، انا عايزه اقول ان في متغيرات لازم تتحقق في المعادلة دي عشان النهاية تطلع سليمة. وحبيت بس أوصل إن أنت تقدري توصلي أجمل وأحلى في الشعر وقوة وصحته لو مشيتي صح. لو ما حققتيش ده، وقفي وارجعي واعرفي. ولازم تفضلي مع المتخصصة او تفضلي في البحث عن السبب، مش تكرري الموضوع وخلاص وهو باظ اللي باظ. لان برضو بتفاجئ من بنات كتير لك هو كده كده بايظ بقى مش مهم وخلاص. ده كده مش غلط، ده هنضطر في الاخر ان احنا نفقده بجد في النهاية، ونخش في امراض مزمنة احنا في غنى عن ده. ولو عندك اي سؤال او اي استفسار راسليني فورا، هكون معاك ان شاء الله.